يا صباح الفل، صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح كل حاجة حلوة عليكم يا حبايب قلبي. يلا نبتدي روتين جديد وفيديو جديد كده، بس يلا نسمي الله الأول ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا كده لميت فرش السراير وحطيتهم كده ملو في الغسالة، وهنغير السراير ايه مع بعض. طبعا الموبيليا احنا مسحينها قريب، فبس اديتها ايه كده تلميعة بس بالفوطة، يعني من غير ملمع ولا اي حاجة. تمام. احنا لسه يعني ما فرشناش دفايات على السرير، بس طلعت بصراحة ايه للغطا كده دفاية على كل سرير، وخلاص غسلت الكوفرتات وشلتها. تمام. الجو بالليل بدأ يسقع شوية، بس برضو اللي هو ايه لسه مش محتاج بطاطين يعني، فكل سرير كده ايه طلعت له دفاية عشان البرد يعني واللسعة بتاعت بالليل دي. تمام. كده خلصت غرفة ابني وكمان الغرفة عندي اهو خلصتها كمان، فرشت السرير، وهعمل اوضة بنتي برضو. تمام. وحشتوني وحشتوني جدا. حقكوا عليا، انا مقصرة فعلا في الفيديوهات دلوقتي بس يلا معلش، الحمد لله. خدوا بالكم الايام دي يا بنات من البرد ومن العدوى وكده الايام دي، فربنا يحفظنا ويحفظ ولادنا كلنا ان شاء الله. تمام. النهاردة طبعا الحد اول يوم اهو امتحانات الشهر، ربنا يوفق ولادنا كلهم. خلاص يعني فات شهر من بداية الدراسة اهو، خلاص الوقت بيجري يعني، فربنا يا رب ينجحهم كده ويسهل لهم يعني الدراسة. مش قادرة اقول لكم يعني على الصعوبة اللي المناهج فيها، فالحمد لله. تمام. فقومي يلا كده يا روحي، شوفي ايه اللي في شقتك عايز يتعمل وشطبيه، ما تسيبيش بقى نفسك للكسل. فربنا يعين كل ام يا رب ويعيننا يا رب على خدمة ولادنا. بصراحة يعني في الدراسة دي بيكون صعب، حتى يعني لو هم سنهم صغيرين وبتنزلي وبتروحي وتيجي معاهم وكده، بيبقى وراكي بيت وكده، فربنا يعيننا يا رب ويقوينا. تمام. فكده خلاص الغسالة كانت خلصت، فهنشرهم معاكم كده بالمرة. بصوا يا جماعة، في كومنت جالي يعني هو عشان العمارة اللي في وشي دوت روف، فواحدة حبيبتي تسألني انت يعني قاعدة في الروف عشان هي يعني بتشتري شقة، والشقة اللي هي بتشتريها اخر دور، فبتقولي ايه رأيك في الروف. بصي يا قلبي، انا مش الروف، يعني العمارة اللي في وشي هي اللي قصادنا دي الروف، بس انا لسه في دورين او 3 ادوار كمان فوق شقتي. تمام. بس يعني هي بتسأل، بصي هو لو اخر دور انا هقولك ايه مميزاته وعيوبه. يعني اللي اعرفه انه ما يعني بيكون في الحر حر قوي، لان الشمس طول النهار ضاربة فيه، فبيكون الحر يعني صعب جدا، والسقعة نفس النظام. تمام. بس انا هنا عندي عشان في ادوار يعني فوقية، وبعدين انا جنبي البحر يعني بيكون مرطب المكان شوية. تمام. فيعني انا مش عندي المشكلة اللي انا قصدي اقولها لك، ان الاخير بيكون صعب في حاجات كتير، يعني الشتاء بيكون فيه صعب، الحر بيكون صعب. تمام. الاذان يخلص وهنرجع نكمل. فزي ما بقولك يا روحي، لو في امكانية ان انت تجيبي حاجة تانية غير الروف تمام. هو يعني بيكون سعره اقل شوية يعني من شقة تكون تحت شوية، بس يعني هيضايقك. تمام. وكمان ان شاء الله يعني لو هتشتري شقة وحبيتي تجيبيها في، يعني يا ريت يكون دور مش عالي قوي، لانه بجد بيبقى صعب جدا لو اسانسير عطل كده. فهي في الادوار العالية المشكلة بتكون الاسانسير بصراحة. تمام. يلا نشوف هنعمل ايه. بصوا اللي انا كنت ماسكاه في ايدي دوت دول البياضات بتوع الانتريه، يعني كان عندي ضيوف وكده واول مره يجوا عندي بصراحه، فانتوا عارفين ان البياضات فاتحه والحفاظات دي فاتحه، فبصراحه يعني ايه ما بسيبهمش مفروشين على طول، في مناسبه حد جايلي في عيد بتاع وبشيلهم تاني. تمام. وبحط بقى اللي هو ايه الغطا اللي على الانتريه ده، عشان ولادي وصغيرين وكده، وانتوا فاهمين مكان ايديهم يعني، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. وكمان لو سبت الحفاظات يعني مفروشين فاتحين كده وحب ان هم يتغسلوا، خلاص بصراحة يعني حاسة ان الجو مش مساعد ان خلاص ينفع اغسل حاجة، يعني اللي غسلته غسلته قبل كده خلاص،
لان في اي وقت ممكن بنلاقي بالليل الدنيا شتت وكده، فبحب يعني لو هغسل حفاظات اي حاجة يعني بطاطين حاجات تقيلة كده بحب اغسلها يعني، والشمس قوية اكتر من كده يعني. فيلا الحمد لله، فحبيت اشيلهم هما نضاف كده، هنفضهم برضو في البلكونة تنفيضة خفيفة كده. والسجادة انا كنت يعني كان ساب المكنسة، فعملته بالمقشة بس كده معاكم. تعالوا بقى الأوضة دي، بصوا يعني في أي حتة ممكن بيقعدوا، ربنا يحفظهم يا رب وينجحهم يا رب، ويقوينا، هم يبهدلوا واحنا نرتب عادي، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم وينجحهم يا رب. تمام. بصوا انا جبت الغطا بتاع الكوشنات ده. انا كنت قايله لكم طبعا ان الكوشن المسترد دوت مفيهوش سوسته، فاللي هو ايه يعني يعني مش هينفع ان انا افكه، ولو فكيته حاسه ان انا ممكن مرجعش الفايبر بتاعه كويس زي ما هو كده، فقلت بصراحه هجيب له ايه كفر. تمام. لونه برضو تحفه ولايق على الركنه ولايق على الستاير، وانا حابه اللون ده بصراحه يعني. او قبل ما اعمل الركنه كنت بقول للراجل يعني اعمل لي الكوشن يكون داخل فيه مسترد، فهو راح عملهولي اللون كله مسترد. فيلا الحمد لله عملته كده، فصلته، وكمان اتفضلت منه حته فحطيتها على الترابيزه اللي عليها الفوزة، فهوريها لكم دلوقتي. الحافظة ممكن تكون مش لايقة يعني على الركنة، بس ان شاء الله ايه يعني قريب كده هنجيب واحدة، هبقى اوريها لكم برضو. بصوا كده حبايبي كده خلاص، كمان الحافظة كنستها وظبطتها، وادي كده الأوضة بعد ما حطيت الكوشن كلهم. مش عارفة بقى في المقطع دوت التصوير بيعمل كده ليه، قلب ابيض واسود. وادي الحته اللي كنت قايله لكم بقى من التفصيل حطيتها كده على على الترابيزه، برضو شكلها جميل. بصوا يعني لو بحاجات بسيطه يا بنات بنحاول يعني نجدد حاجه فبتبان بصراحه، بيبقى شكلها جميل. فربنا يديكم الصحه يا رب وتعملوا في بيوتكم الحلو كله. بصوا هنا بقى عملت لولادي الغدا، فكنت عامله كشري يعني، عملته معاكم قبل كده كتير بصراحه، هما ولادي بيحبوا ان كل حاجه تستوي لوحدها. جربت اعمل اللي هو الحله الواحده ده فما حب يعني ما حبوهوش، كان جميل بصراحه وتحفه، بس هم ما حبوش، هم بيحبوا كده زي ما بياكلوه في المحلات. بس انتوا متخيلين اصلا دلوقتي الطبق بقى بكام ولا العلبه بكام؟ ففي البيت بتعمليه انضف يعني واوفر بكتير. تمام. يعني لما بتحبي تاكليهم حاجه بره، او مش عزمتيهم على كشري ولا حاجه، اللي هو ايه بيبقى يعني تفاريح كده، بس مش كل ما هيعوزوا هتاكليهم بره. بجد كان تحفه وريحته خطيره. بص هو ابني بيحب عليه بصل، وبنتي ما بتحبش عليه بصل، يعني بحط لها كل المكونات بس بصل لا. تمام. ودي الدقة اللي هي الخل بالثوم بالمية وملح وكمون وكده، وكزبرة ناشفة. بس بحب احط لها برضو ايه معلقة صلصة كده من اللي احنا عاملينها للكشري، مش بخليها بيضة يعني. فيا رب يا حبايب قلبي يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. فمتنسينيش بقى بلايك وكومنت حلو كده منك يشجعني، وان شاء الله مش هتأخر عليكم فيديوهات، بس انتوا عارفين وقت الدراسة ده ضيق. رب